عمر مرموش وقع في اختيار صعب جدا بين 4 أندية كبار في أوروبا، منهم في الدوري الألماني ومنهم في الدوري الإنجليزي. النجم المصري المتألق في الدوري الألماني مع نادي فرانكفورت انهانت عليه العروض بعد الأداء الجبار اللي بيقدمه مع النادي الألماني، وخاصة بعد التنافس مع هاري كين على هداف الدوري الألماني، وهو دلوقتي في المركز الثاني في هدافين الدوري الألماني بعد هاري كين ب10 أهداف. ومن هنا كشفت صحيفة بيلد الألمانية إن في اهتمام فعلي من إدارة بايرن ميونخ بضم عمر مرموش، ما هو برضه اللي عمله معاهم في ماتش الدوري ما كانش قليل، وخاصة بعد تسجيله هدفين في أكبر نادي ألماني. ده غير طبعا دخول نادي أرسنال الإنجليزي على خط التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش. ومش بس كده، كمان نادي توتنهام الإنجليزي بيفكر هو كمان إنه يتعاقد مع عمر مرموش في الصيف. ولكن وحط تحت ولكن دي 100 خط، أكتر نادي مهتم بضم النجم المصري عمر مرموش هو نادي ليفربول الإنجليزي، واللي حاليا بيحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي. يعني ممكن قريب قوي نشوف عمر مرموش بيلعب مع محمد صلاح في نفس الفريق. برأيك من هو أفضل نادي في ال4 نوادي اللي ذكرناهم يقدر يجذب عمر مرموش للتعاقد معاه؟